العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا من الفضائية الإريترية، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والمستهل كالعادة بالعناوين. إجراء فحوصات موسعة لعينات عشوائية لمعرفة انتشار فيروس كورونا. مزارعو مديريتي صهرونا وميعين يحرسون مزارعهم بدعم الآليات. مساعدة المحتاجين في الإقليم الأوسط. رفع قيود السفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من 3 يونيو. مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة ب3 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا. والمفاوضات الأوروبية البريطانية حول العلاقة بعد بريكسيت مخيبة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قررت الحكومة الإريترية إجراء فحوصات موسعة عبر اختيار عينات عشوائية بهدف معرفة نطاق انتشار فيروس كورونا في البلاد بصورة جازمة، والقيام بتقييم شامل ودقيق وتكوين صورة شاملة. وأوضحت لجنة المهام العليا لمكافحة مرض فيروس كورونا في التصريح الذي أصدرته اليوم 16 من مايو بشأن الفحوصات التي ستجرى بأن المرحلة الأولى من هذه الفحوصات ستبدأ في مختلف مناطق أسمر ابتداء من يوم غد الأحد 17 من مايو، وستتواصل بعد ذلك في المدن والبلدات الواقعة على الحدود، وكذلك لكل المنخرطين في جبهة التصدي لفيروس كورونا من العاملين في المجال الطبي والمواطنين الآخرين، فيما ستتحدد الفحوصات اللاحقة بناء على نتائج فحوصات المرحلة الأولى والأوضاع العالمية والإقليمية المهمة التي تطرأ في حينه. وجددت فرقة المهام العليا في الختام تذكير الشعب لمواصلة التعاون الذي أبداه بصورة جادة حتى إنجاز هذه الفحوصات ومعرفة نتائجها ووضوح الصورة كاملة، والقيام بدوره لتصحيح بعض أوجه القصور التي تطرأ. استعدادا لموسم الخريف، ظل يقوم مزارعو مديريتي صهرونا وميعين بحراثة مزارعهم مدعومين بجرارات مؤسسة المواشي والغلال. وأوضح الشاب سناي تسفاي عضو مؤسسة المواشي والغلال المشرف والمتابع للعمل بأن خدمات الحراسة الجارية منذ بداية أبريل الماضي بأسعار معقولة تلعب دورا كبيرا في إعداد مزارعهم. وأشار إلى أنه مع بدء هطول أمطار الخريف في المديريتين وأخذا في الاعتبار مساحة الأراضي الزراعية فيهما سوف تجهز جرارات أخرى. من جهتهم أكد المزارعون بأن إيجاد جرارات بأسعار معقولة في الوقت المناسب ساعدهم لتسيير أنشطتهم التقليدية والزراعية بشكل جيد. وأفادوا بأنهم كانوا يدفعون في الساعة ما بين 700 إلى 1000 نقفة للجرارات الخاصة، إلا أنهم يحصلون على الخدمات النشطة بدفع 350 نقفة في الساعة الواحدة للجرارات الحكومية في الوقت الحالي. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية صهرونا السيد هبتش صخل برهان وضع برنامج لزراعة 70% من الأراضي الزراعية في المديرية. وظل المزارعون ينجزون أعمال زراعة الذرة والذرة الشامية والداغوشة وتقليب الأراضي. يقوم المواطنون في الداخل والمهجر بمساهمات مالية وعينية وإلقاء إيجارات البيوت لمساعدة المتضررين من التعليمات الصادرة للحد والوقاية من جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي. سكان مديرية سرجاء وقجرت 4 أسمرة مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في مناطقهم. وقدم السكان والمحسنين في مديرية سرجاء 10 كنتال ذرة ومواد غذائية أخرى و5000 نقفة لأسر الشهداء والأسر المحتاجة الأخرى. بينما سمح سيد سبحة الزرع المقيم في أمريكا السكن المجاني لشهرين لمستأجري منزليه في شمانوغوس العلاي ومحرام جرام. وفي مديرية 4 أسمرة قدمت جمعية عداقة عربية التعاونية و5 مخابز مبلغ 38,000 نقفة ومواد استهلاكية. من ناحية إنسانية سمحت أسرة المتوفي كبرون براخي المقيمة في المهجر والمناضل نقاش قبر آب المقيم في أسمرة وأسرة كنتيباز راسيون ومواطنة حفظت عن ذكر اسمها بالسكن المجاني لشهرين ل8 مستأجرين في 4 أسمرة من شهرين وحتى زوال مرض كورونا. وسيد برخات عندي والسيدة صقابين المقيمان في ألمانيا وأبناء تمسكن قبر مكيال المقيمان في أمريكا وهولندا إيجار شهرين ل4 مستأجرين في عداقة حموس.
وقدم سكان مديرية قجرة 20,000 نقفة ل40 محتاجا نقدا، بينما سمحت أسرة السيد جمال بشير المقيمة في كندا السكن ل40 مستأجر، والسيدة أسقديت والسيدة مبرات أمان المقيمتان في كندا ل10 مستأجرين، والسيدة مبرات يوهنس والسيدة رقات يوهنس ل5 مستأجرين، وأسرة السيد قبر هوات عنده ل3 مستأجرين، والسيد يوهنس وراسي والسيدة عقبة أفورقي المقيمان في ألمانيا ل6 مستأجرين من شهر إلى 6 أشهر. وفي مديرية أبا شاول سمحت السيدة قدسان برهل المقيمة في جدة بالمملكة العربية السعودية والسيدة صهينيش أسفها وصقر روما قيتوم وصوفي أحمد وصقا ولد قرقيس وصقا ويني أرايا وسلمون برهي وسعيد سعد وأسرس ولد مريم ونوغسة خسته وسعدي عبدو والسيدة فتاية سبهاتو ومواطن تحفظ عن ذكر اسمه السكن المجاني ل59 مستأجر من شهر ل3 أشهر، والسيدة نبيات التلا ل3 مستأجر في حمبرتي والقصدخ لأباس من قرية عد حنسا ل3 مستأجر في ماي 8 لشهرين. شهدت مديريتي ماي عيني وماي منى مساعدات عينية للمحتاجين، وساهم سكان بلدة كوعاتير في مديرية ماي عيني بمساعدات عينية تمثلت في الذرة ووزعت للمحتاجين، فيما جمع الشباب الطوعيين من المحسنين 3,000 نقفا لشراء المواد الغذائية ووزعت كذلك على المحتاجين. كما ساهمت وحدات قوات الدفاع المرابطة في مناطق ماي منى 90 كنتال من الطحين الأبيض والذرة والسكر والعدس والزيت، ووزعت للمحتاجين بذات السياق. في غضون ذلك سمح مواطن مقيم في مدينة كرن تحفظ عن ذكر اسمه إقامة مجانية لأسرتين مستأجر منزله في عتكليزان. دعما للجهود الحكومية والشعبية الحثيثة الجارية للتصدي لوباء كورونا وتداعياته، يواصل المواطنون في الداخل والمهجر مساهماتهم المالية والعينية وترك إيجارات البيوت. تفاصيل أوسع في سياق التقرير التالي. يواصل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر التبرعات لتنمية صندوق مكافحة وباء كورونا. وأفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة بأن شركة بيشا للتعدين قدمت 911,210 نقفة، وعمال مصنع عزل للأدوية 164,225 نقفة، وعمال المكتب المركزي لوزارة الحكومات المحلية 113,155 نقفة، وتشاينا SRBG 400,000 نقفة، وعمال وزارة التنمية الوطنية المكتب المركزي ومكتب الإحصاء الوطني 82,303 نقفة، وشركة إيراب ترانسبورت 20,000 نقفة، ومصنع الفيصل للبسكويت والحلويات 5,000 نقفة، وعمال مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر بمبلغ 4,395 نقفة. وتبرعت إدارة مدينة مصوع 31,820 نقفة، وضاحية عد عشكر 5,109 نقفة، وضاحية عد دينالا 12,820 نقفة، وضحية عدي هنس 1,311 نقفة، وعدي كدويبة بمبلغ 1,579 نقفة، ودبر مريم 19,969 نقفة، ومقابر طبلاء 13,755 نقفة، ووقرتي 16,000 نقفة، وكودو فلاسي 18,890 نقفة، وعدي بحيلاي 10,988 نقفة، وعدي غولاغول 2,275 نقفة، وماي غورزو 845 نقفة، وعدي جوغونو 9,718 نقفة، وإدارة مدينة عصب 12,528 نقفة، وعدي مرحو 2,179 نقفة، وعدي بارو 7,000 نقفة، وشومتومبوسا 8,129 نقفة، وعدي استادا 2,979 نقفة، وعدي قلاع 3,049 نقفة. وقدم معرض فاميلي سبورت 5,000 نقفة، وفندق عمبابة 5,000 نقفة، وجمعية مدهني ألم التعاونية لأبناء مارتا سبني في أسمرة 5,000 نقفة، ومصنع وينتا للدمى 5,250 نقفة، وGCI 2,000 نقفة، وجمعية بعل مريم دي قسب التعاونية في أسمرة 5,000 نقفة،
وطباقي لتأجير ملابس الأعراس 5000 نقفة، ومتجر ناهوش للأزهار 1000 نقفة، وحانة بورتيكو 2000 نقفة، ومؤسسة محدوقة يماني قبر ميكائيل في سرجة 5000 نقفة، وجمعية القديس ميكائيل كورباريا التعاونية المقيمين في أسمرة 5000 ونقفتين، وسمهر انترناشنال 10,000 نقفة، وطاحونة إرمياس كيداني بعد وعداد 10,000 نقفة، وفندق كابيل انترناشنال 3067 نقفة، وجمعية مزارعي دوغالي 10,000 نقفة. نشرتنا لازالت مستمرة من الفضاء الإريتري. مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وافقت الحكومة الإيطالية على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 يونيو، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلقاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا. وستسمح الحكومة بالسفر دون عوائق عبر البلاد اعتبارا من نفس اليوم، وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى. وتوفي أكثر من 31,600 إيطالي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 من فبراير، وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا على الصعيد الوطني في مارس، وأقرت فقط تخفيفا أوليا للقواعد في الرابع من مايو، عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق. ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 من مايو، وقررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة اعتبارا من نفس اليوم، مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون قدمه الديمقراطيون بحزمة مساعدات قيمتها 3 تريليونات دولار للتخفيف عن الخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة لوباء فيروس كورونا. ووافق مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية على النص بأغلبية 208 أصوات مؤيدة ومعارضة 199، و14 ديمقراطيا ضد النص، فيما أيده جمهوري واحد. ويتضمن هذا القانون حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6,000 دولار لكل أسرة، كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة، ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين، ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة. وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، حيث تم تسجيل نحو 90,000 حالة وفاة، كما تجاوز عدد المصابين 1,440,000 مصاب. بدأ البريطانيون والأوروبيون بعيدين جدا عن التوصل إلى اتفاق حول العلاقة بينهم بعد بريكسيت في ختام جولة ثالثة من المباحثات، مخيبة للأمل لم تسمح بإحراز أي تقدم يذكر وسط التوتر المتزايد بين الطرفين. وأعلن كبير المفوضين الأوروبيين في ملف بريكسيت ميشيل بارنيه خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أنه ليس متفائلا بعيد دعوته المملكة المتحدة إلى تغيير تكتيكها من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي. من جهته ندد المفاوض البريطاني ديفيد فورست بالتقدم الضئيل الذي تم إحرازه، مطالبا بتغيير في نهج الاتحاد الأوروبي قبل جولة المفاوضات المقبلة في 1 من يونيو. ووصف مصدر مطلع على سير المفاوضات نبرة المحادثات هذا الأسبوع بأنها كانت حازمة وضغط عليها بعض الخشونة أحيانا، خلافا للجولات السابقة. وانتهت المحادثات الأخيرة في نهاية أبريل بفشل، ما أثار شكوكا كبرى حول قدرة لندن وبروكسل على التوصل إلى توافق ضمن المهلة المتفق عليها بحلول نهاية السنة. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري من أن أي عملية
قرصنة أمريكية ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون لها تداعيات. وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال لرويترز إن الولايات المتحدة تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد قيام إيران بإرسال شحنة وقود إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة. وذكرت وكالة النور للأنباء ردا على تقارير عن إبحار سفن حربية أمريكية باتجاه منطقة الكاريبي أنه إذا كانت تنوي الولايات المتحدة مثل القراصنة خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد بدون تداعيات. وكانت رويترز قد قالت في وقت سابق إن بيانات تتبع السفن تفيد بأن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.